يا جماعة، هو ايه بجد الكوميديا السوداء اللي احنا عايشين فيها دي؟ دي بجد فعلا كوميديا سوداء. طبعا انتوا فاهمين قصدي يعني ايه كوميديا سوداء، وعلى مين بالتحديد؟ اكيد الموسيقار، هو احنا ورانا غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة ورياكت جديد مع هشام. احنا لا يعني انا مش عارف، احنا ما بقاش ورانا غير مرتضى منصور والكوميديا بتاعت مرتضى منصور. اي نعم هي كوميديا سوداء، بس اسمها كوميديا في الايام دي. اخر يوم العيد وكالعادة نكتة جديدة من مرتضى. بفتح كده بقلب، بفتح موقع يلا كورة، ببص كده على الأخبار، قلت أشوف إيه الجديد بتاع كده. بحب أنا أتابع كل حاجة وأتفرج على الناس كلها على فكرة. لقيت خبر كده صغير كده، إيه مش باين، بفتحه لقيت مكتوب إن مرتضى منصور جه راح النادي، لقى عربية راكنة في مش المكان المخصص ليها. سأل الأمن، قال لهم إيه العربية دي؟ مين اللي راكنها هنا؟ قالوا له ده محمد عبد الغني، اللي هو مدافع الفريق. راح قال له روح اندهله ازاي يركن في الحته دي، ممنوع الركنه هنا. لحد هنا الموضوع عادي كويس، راجل بيحب النظام وكل حاجه. راح جه، لقيت ببص في التعليقات، قلت احب برضو اخش في التعليقات اشوف. لقيت طبعا إيه، انت عارف الناس بتحب الشد والجذب وكده، فانا قلت اخش اشوف الاراء، يعني الناس ردها ايه على الموضوع. ايه اللي بيقول ده؟ انتوا موقع كذا، انتوا موقع كذا، ايه الاخبار التافهه دي؟ انتوا مش لاقيين كلام تقولوه. ولقيت واحد كاتب قال لا لا يا جماعه، يلا كوره مش قايل الموضوع بالظبط، يلا كوره مختصر الكلام ومبين في الخبر ان مرتضى منصور بيحافظ على النظام، وانه مش قابل الكلام العوج، وان حتى لو لعيب عنده برضه هو مش قابل الكلام ده. فطبعا انا خدت الكلام وقلت لا، امشي وراه واعرف ايه الحقيقه. الحقيقه هي الحقيقه فين؟ هو يلا كرة صح ولا غلط؟ وبالفعل يا جماعه دخلت بقى كذا مكان وكذا موقع وشفت حاجات كتير جدا لحد ما عرفت خلاصه الكلام والحقيقه فين. ايه الحقيقه اللي خاف يلا كوره يقولها؟ هو يلا كوره طلع الخبر علشان الناس كلها اتكلمت، لكن ما قالش الخبر بالظبط عشان خايف من اللسان اللي ما يتسمى. طبعا سياده الموسيقار. ايه الحقيقه يا عم؟ البي دخل النادي لقى الركنه بتاعته راكن فيها لا عربيه تانية. راح جايب بتاع الامن، بتاعت مين دي؟ قال له بتاعت محمد عبد الغني. قال له روح هاتهولي من التمرين. تخيل، عايز اللعيب بتاعه يسيب التمرين علشان يروح يشيل عربيته من المكان بتاع سيادة الموسيقار. يعني مش عايز اقول لفظ ايه خارج. يعني ايه يعني ايه اخرج اللعيب علشان الركنة؟ اللعيب طبعا قال لا انا مش جاي. ده الكلام ده انا اتأكدت منه يعني. قال له لا انا مش هغير، انا مش هسيب التمرين عشان الركنة. راح قال له لا هتيجي وهتطلعها غصب عنك، وطبعا غلط قد كده. والواد قال له لا ومفيش حاجه اسمها كده. راح قايل له خلاص انا هبطلك كوره. انتوا متخيلين العبث والكوميديا السوداء يا جماعه وصلت لحد فين؟ يعني ايه علشان الركنه بتاعت نحن غرابه عن اتاخدت؟ لا، وقف التمرين، هات لي اللعيب من التمرين يشيل العربيه. انا كنت هتجنن لما عرفت الحقيقه يا جماعه. احنا وصلنا للدرجه دي؟ احنا وصلنا للدرجه دي خلاص يا جماعه. مرتضى منصور بياخد نادي الزمالك الى الهاويه ومحدش عارف. الناس كلها، كل الجماهير اللي كانت مع مرتضى فاكرين ان اللي شتمته لرموز الاهلي او شتمته لعمال على بطال لاي حد ينتمي للنادي الاهلي ان ده انتصار. ليه؟ ده قصر ديل. ده قصر ديل. لما انت يبقى انتصارك كجمهور او كنادي اللي انت تغلط في الطرف الاخر، معناها ان انت ما باليد حيلة معاك. انت مش عارف تنتصر عليا جوه الملعب ولا بره الملعب. في اداريا بره الملعب اداريا، فانت انتصارك الوحيد الغلط وقلة الادب والشتيمة. علشان كده انت حسيت بنفسك اول ان انت متفرد في قلة الادب. متفرد في قلة الادب. احنا وراك طالما احنا كويسين في حاجة وماشيين في حاجة زي الفل، يبقى خلاص احنا كده انتصرنا. بقى انتصار الزملكاويه دلوقتي لما رئيس ناديهم يطلع يشتم. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه في الرياضه؟ متخيلين لما الشيء ده ما كانش موجود واتحبس شهر؟ الدنيا كانت هاديه، الدنيا كانت زي الفل. احنا ما كناش بنسمع غير اخبار رياضه بس، ما كناش بنسمع عبث وشتيمه، ما كناش بنسمع بنقول ام وام وام وام.
لا يا جماعه، لازم حل جذري للموضوع ده بجد، احنا زهقنا. ماشي، انا لسه قايل الحلقه اللي فاتت احنا بنضحك وكويس ان مرتضى منصور بيضحكنا وبيسلينا، بس لا لا لا، موضوع اوفر قوي، موضوع اوفر قوي، ما بقاش مسلي، الموضوع بقى يسد النفس. يا رب نبقى زي المغرب والسعوديه، يا رب، انا مش هقول غير كده، يا رب. وبالمناسبه يا جماعه، بس احب قبل ما اقفل اقول للناس بس اللي بتتفرج، يعني يا ريت يعني دوس سبسكرايب. لو انا بس مش عاجبك المحتوى او مش عاجبك كلامي او كده مفيش مشكله، لكن لو عاجبك المحتوى دوس سبسكرايب، ويا ريت تدعمني بلايك، يا ريت. بس يلا، تصبحوا على خير.